السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم طريقة الفراخ المشوية. شايفين جمالها وحلاوتها عاملة ازاي؟ هنقول المقادير مع بعض. معايا 4 وراك. في ناس كتير ما بتحبش تجيب الوراك الكبيرة دي عشان ما بتستويش، تلاقيها بتستوي في الفرن بتبقى جميلة قوي وزي اللي انتي بتجيبها من محلات واحسن. معايا نص كوباية لبن او ربع على المتوفر عندك، بس انا مش بحب كتر لها لبن فبحط اقل من نص يعني. معايا قرن فلفل حراق، ومعايا قرن فلفل بارد، وبصلة وطماطم وفصين توم وليمونة ومكعب مرقة وشوية عسل اسود. شوية العسل الاسود دول بيفرقوا في الطعم جامد اوي اوي اوي. هنحط كله في كوز الخلاط كده، اللبن، الطماطم، البصل والفلفل والثوم والعسل وكل حاجة هنحطها في كوز الخلاط. هننزل بمكعب المرقة برضو وشوية ملح. مش هنحط العسل ده كله، هنحط منه حوالي معلقة كبيرة. انا مش بحب احط الصلصة مع الخليط في الخلاط، انا بحب احطها على الفراخ نفسها. شوية فلفل اسود وشوية كمون وشوية شطة حمرا. المتوفر عندك التوابل اللي تحبي تحطيها حطيها. شوية ملح، اهم حاجة ما تكونش ناقصها ملح. تدوقيها بعد ما تحطيها الفراخ، تدوقيها تشوفي الطعم بتاعها محتاج ملح، عشان لما يكون محتاجة ملح بيكون طعمها وحش. البرك ما شاء الله حجمه قد ايه، هنقطعها في شرايح كده. من قدام ومن ورا. هقطع كله زي كده. انا ما بحبش الجلد زيادة فبشيله. هشطفه تاني مكان ما قطعته كده نزل دم، هشطفه تاني كويس قوي عشان احط عليه تتبيله. او شطفته تتبيله بعد ما خلصت اهي، والله ريحتها كانت تحفه. هنزل عليها بمعلقتين الصلصه،
ده بيديها اللون الأحمر الجميل. لما تضربيها في الخلاط كده بتخش الخليط كله مع بعض وما بتديش اللون الأحمر، بتحطيها من على الوش كده بتدي اللون الأحمر الجميل ده، الدهب الجميل ده بتخليها جميلة اوي. دي كده كانت محتاجة شوية ملح، فعلا دقتها لقيتها عاد حطيتلها شوية ملح كمان. تفضلي تعجي فيها شوية كده، تدخلي من بين الجلد واللحم في الفوارغ اللي انتي مقطعاها دي كده. بعد ما سبتها حوالي ساعتين 3 اتشربت الفراخ من الصوص ده، كانت جميلة اوي. حطيلها شوية زيت وشوية خل. انا عشان محطيتش الخل في الخليط كله من الاول، عشان الخل اللي عندي مركز فخفت يغير طعمها، فبحطه وانا هشويها على طول كده. يعني خلاص كده بقى هدخلها. كنت مولعة الفرن حوالي ربع ساعة وحطيتها في الفرن تشوي. وده شكلها بعد ما طلع. جربيها ان شاء الله هتدعيلي والله. وعملت جنبها رز وسلطة وطحينة، سلطة الطحينة. شكلها جميل ازاي.